في أحد المستشفيات الكبرى في المدينة بدأت علياء عملها كممرضة جديدة كانت قد درست التمريض بتفان واهتمام، وكان هذا هو حلمها منذ الطفولة. تربت علياء في أسرة كانت تحترم مهنة الطب، وكان والدها طبيبا معروفا في البلدة، لكن علياء اختارت أن تسلك طريق التمريض لأنها كانت تؤمن بأن الممرضين هم من يزرعون الأمل في قلوب المرضى، وهم من يقفون بجانبهم في أصعب لحظات حياتهم. دخلت علياء المستشفى وهي تحمل في قلبها شغفا ورغبة في تقديم أفضل رعاية ممكنة للمرضى. كان هذا المستشفى هو الأكبر في المدينة، وأغلب الأطباء والممرضين العاملين فيه من ذوي الخبرة الكبيرة، لكن كانت هناك مشكلة واحدة: الدكتور غسان. كان الدكتور غسان طبيبا مشهورا في المستشفى وخصوصا في مجال أمراض القلب، لكنه كان يحمل سمعة سيئة بين زملائه. كان معروفا بقسوته في التعامل مع المرضى وخاصة كبار السن. كانت طبيعته الصارمة والمتعالية تجعله بعيداً عن فهم مشاعر المرضى، وكان يعاملهم كمجرد حالات طبية يجب معالجتها فقط دون أدنى اهتمام لمعاناتهم أو آلامهم النفسية. منذ اليوم الأول كان علياء تلاحظ سلوك غسان القاسي تجاه المرضى. كان يدخل غرف المرضى وكأنهم مجرد أرقام في ملفه الطبي، يتعامل معهم ببرود شديد ولا يظهر أي تعاطف أو اهتمام. لكن أكثر ما كان يثير غضب علياء هو معاملته القاسية لكبار السن. كان يصرخ في وجههم إذا تذمروا من الألم أو إذا طلبوا المساعدة، وكان يرى أن المرضى الكبار في السن يجب أن يتحملوا الألم دون أي شكوى. كانت علياء تجد صعوبة في تقبل هذا السلوك، وكانت دائما تشعر أن عليه تغيير طريقة تعامله. ومع مرور الأيام بدأت الأمور تتفاقم بينهما، وأصبح الصراع بين علياء وغسان أكبر. في أحد الأيام دخل الدكتور غسان غرفة مريضة تدعى أمسلوى، وهي امرأة مسنة تعاني من مرض مزمن فيه القلب. كانت حالتها صحية حرجة وكانت بحاجة إلى رعاية دقيقة. عندما دخل غسان الغرفة كانت أمسلوى جالسة على السرير تتنفس بصعوبة وتكاد لا تستطيع التحدث من شدة الألم، لكن غسان نظر إليها بنظرة باردة وقال: أنت بحاجة إلى العلاج في الوقت المحدد، لا وقت لدينا لإضاعة الوقت في الشكاوى. كانت أمسلوى تحاول أن تشرح له أنها لا تستطيع تحمل الدواء بسبب آلام شديدة في معدتها، ولكن لم يعرها أي اهتمام وتركها بدون أي تعاطف. تدخلت علياء بسرعة وقالت له بصوت هادئ: دكتور غسان، يجب أن نأخذ بعين الاعتبار حالة أمسلوى، هي بحاجة إلى الراحة ويجب أن نراعي المهة. لكن غسان نظر إليها بنظرة قاسية وقال: أنت مجرد ممرضة، لا تتدخلي في شؤوني، اعملي في مكانك. لم تستطع علياء أن تقف مكتوفة اليدين. كانت تشعر بالغضب الشديد من سلوك غسان وتدرك أنه إذا استمر في هذا الشكل فإن العديد من المرضى سوف يعانون. قررت أن تفتح فمها وتواجهه: دكتور غسان، المرضى بحاجة إلى تعاطفنا، نحن هنا لمساعدتهم وليس لإيذائهم. يجب أن نعاملهم بلطف ورأفة، خاصة المرضى كبار السن الذين يواجهون تحديات أكبر. لكن غسان رد عليها ببرود قائلا: أنت لا تفهمين شيئا، العلاج الطبي هو الأهم وليس هذه الهراء عن الرحمة. إذا كنت غير قادرة على التعامل مع هذه الأمور فأنا لا أحتاجك. هنا كانت وجهة نظره صارمة وكان صوته حادا، لكن علياء لم تتراجع. بعد ذلك اليوم بدأ غسان يوجه لها المزيد من الانتقادات في العمل. كان دائما يحاول التقليل من شأنها أمام زملائها، وكان يحاول فرض سيطرته على كل شيء، لكنه لم يكن يتوقع أن علياء لن تسكت ولن تقبل أن يكون المرضى ضحايا لسلطته. في اليوم التالي دخل غسان غرفة أمسلوى مرة أخرى، وكان يبدو عليه الاستياء بسبب حديث علياء معه. نظر إلى المريضة المسنة وقال بصوت متجهم: أنت تعانين من الكثير من الأعراض، ولكن لا وقت للإبطاء، عليك أن تأخذي الدواء في الوقت المحدد. كان يصرخ في وجهها، وكانت أمسلوى تنظر إليه بعينيها المليئتين بالألم والخوف. لم تتمكن علياء من السكوت هذه المرة. اقتربت من غسان وقالت له بصوت مرتفع: دكتور غسان، هل يمكن أن
تكون أكثر لطفاً، أنت تؤذي المريضة بهذا الأسلوب. رد عليها غسان بغضب قائلاً: أنت لا تعرفين شيئاً عن الطب، يجب أن تعيشي في الواقع لا في الخيال. كانت علياء غاضبة جداً، لم تستطع تحمل هذا الظلم أكثر، قررت أن تأخذ موقفاً حاسماً، فذهبت إلى الإدارة وأبلغتهم بكل ما يحدث. شرحت لهم سلوك غسان وكيف أنه كان يعامل المرضى بقسوة. بعد يومين قررت الإدارة إجراء تحقيق في هذا الشأن. تم توجيه إنذار رسمي للدكتور غسان، وتم تحديد دورات تدريبية له لتحسين سلوكه وتعليمه كيفية التعامل مع المرضى، لكن غسان لم يتقبل هذا القرار بسهولة. كان غاضبا جدا وأصبح أكثر قسوة في تعامله مع علياء. كان يحاول دائما التقليل من قيمتها أمام الآخرين، وكان يوجه إليها انتقادات لاذعة في كل فرصة، لكن علياء لم تتراجع. كانت تعلم أن ما تفعله هو الصحيح، كانت تؤمن أن كل مريض يستحق أن يعامل بلطف واحترام. وبعد فترة من الزمن بدأت الأمور تتحسن. غسان بدأ يلاحظ أن سلوكه القاسي لم يعد مقبولاً، وبدأ في تغيير طريقة تعامله مع المرضى، ومع مرور الوقت أصبح أكثر تعاطفاً مع الحالات الصعبة. وبرغم أن التغيير كان بطيئاً، إلا أن علياء كانت سعيدة بما تحقق. لقد ساعدت في تحسين بيئة العمل وجعلت المستشفى مكاناً أفضل للمرضى وللموظفين. وعلى الرغم من التوتر المستمر بينهما، أدركت علياء في النهاية أن التغيير لا يأتي إلا عندما يتحد الجميع من أجل مصلحة المرضى، وأنها كانت قد نجحت في دفع الأمور نحو الأفضل. وفي النهاية أصبحت علياء رمزاً للعناية الرحيمة في المستشفى، وبدأ الجميع ينظرون إليها كمثال على الصبر والرحمة.